لو قدامك اي كمية من الكرنب هتلفيها في ثواني. بالطريقة دي هتخلصي في وقت قليل، وكمان هقولك على الخلطة اللي هتخلي طعم المحشي حكاية، مش هياخد منك وقت خالص. اول حاجة هنا انا معايا كرنباية وسط، هشيل الراس بتاعتها. بعد كده هبقى حاطة مية على النار، مية بتغلي، هنحط عليها الملح والكمون وربع كوباية من اللبن. هتضيع ريحة السليق الكرنب خالص، مش هيبقى فيه ريحة. هنحط بقى الكرنباية كده الاول. بعد 3 دقايق هنقلبها على طول، تتسلق برضو من الناحية التانية الوش التاني.